مرحباً بكم. لا تنسوا دعمنا باشتراككم ولايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكراً. مدرس قال لمجموعة من الطلاب اللي يحس حاله غبي يوقف. قام وقف واحد من الطلاب، قال له المدرس أنت غبي؟ قالوا لا، بس عيب أسيبك واقف لحالك. واحد ضرب محشش كف، سأله مزح أو جد؟ قال جد. قال أحسن، لأني ما أحب المزح أبد. محشش قال لأخويه أنت وين مولود؟ قال بالمستشفى. قال له ليه كنت مريض؟ محشش طردوه أبوه من البيت، رجع طق على أبوه والبيت. قال له أبغى أسألك سؤال، هذا البيت أبويا ولا بيت أبوك؟ قال له بيت أبوك. قال له إذن لما يصير بيت أبوك أطردني منه. غبي نزل من السيارة، لقي الدنيا بتمطر، راح ركبها مرة ثانية ونزل من الباب الثاني. محشش تسبب في قتل 25 شخص. سأل الضابط كيف صار الحادث؟ قال كنت مسرع وتعطلت الفرامل، وعلى اليمين شخص وعلى اليسار عرس. قصدي مين يعني؟ قال الضابط كان صدمت الرجال. قال المحشش هذا اللي صار، بس الأخ هرب للعرس ولحقته. زوجان كان عندهم نكد كل يوم، اتفقوا ليكون عندهم يوم نكد ويوم فرح. جات الزوجة في يوم الفرح ترقص وتقول بكرة النكد بكرة. وحدة تغني لزوجها اهدى حبيبي كذا وارجع زي زمان. راح طلقها زوجها ورجع لأيام العزوبية. غبي بنى بيته على شكل دائري حتى لا تقول له زوجته إنه حابسها بين 4 حيطان. مسطول رن على رقم بالغلط وقال له هذا بيت فلان، قالوا له لا. قال لهم طيب ليش تردون؟ مرة واحد حرامي دخل يسرق بيت، وهو خارج شافه طفل صغير، قال له أسرق كتبي وشنطتي معاك، يا إما والله أصرخ وألم البيت عليك. محشش مشترك في مسابقة أسرع رسمة، رسم نقطة وقال هذا فيل جاي من بعيد. محشش يسوق فراري، شغل الراديو، قالت المذيعة هنا لندن، قال يلعن أبو السرعة. عجوز راحت تخطب لولدها، سألوها أهل البنت ولدك يدخن؟ قالت لا ما يدخن إلا إذا كان سكران. في محشش اتصل على المطعم، قال في عندكم عشاء؟ قالوا له أي. قال ليش ما عزمتوني؟ محشش راح يعزي ومتأثر مرة، وهو طالع سأل أخو المتوفي يعني ما في أمل يرجع؟